حرب ال 12 يوم دي الحرب اللي بدأتها إسرائيل يوم 13/6/2025 وانتهت بهدنة بين الطرفين بعدها ب 12 يوم بس. طب ايه اللي يخلي إسرائيل تبدأ الحرب على إيران؟ وايه اللي يخلي الحرب تخلص بسرعة قوي كده؟ هل هي كانت حرب فعلا ولا مسرحية؟ أنا ياسين وهقول لك ايه اللي حصل، وما تجيبش شاي ولا قهوة ولا حاجة، هقول لك بصوتي. إسرائيل قالت إنها دخلت الحرب دي عشان 4 أسباب. أول حاجة تدمر المشروع النووي الإيراني، تاني حاجة تدمر الترسانة الباليستية بتاعتها، تالت حاجة تقتل كل القادة العسكريين المهمين وكمان العلماء النوويين، رابع حاجة إنها تتخلص من النظام الإيراني كله. طب هل إسرائيل كسبت الحرب دي؟ هل فعلا حققت الأهداف اللي موجودة دي؟ وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فقالت إن حرب إسرائيل على إيران بتتكلف يوميا مئات ملايين الدولارات، فالحرب كانت غالية قوي قوي على إسرائيل، عشان كده كانت عايزة تخلصها بسرعة ومش عايزاها تطول عليه. طب المصاريف دي اتصرفت في إيه؟ خلال أول أسبوع من الحرب إسرائيل صرفت 5 مليار دولار على العمليات العسكرية بس، يعني يوميا كانت بتدفع حوالي 725 مليون دولار، وده طبعا من غير ما نحسب حجم الدمار اللي حصل في البنية التحتية الإسرائيلية من الصواريخ الإيرانية، وكمان ما حسبناش الاقتصاد اللي بيقف في إسرائيل مع أي هجمات إيرانية. هتقول طب ما إيران أكيد خسرت برضه فلوس كتير بسبب الحرب. ده حقيقي، إيران فعلا خسرت فلوس بسبب الحرب، بس اسأل نفسك كده، لما صاروخ إيراني ثمنه 20,000 دولار بيتضرب على إسرائيل وإسرائيل بتحاول تصده بصاروخ مضاد ثمنه 4 مليون دولار، مين اللي بيخسر أكتر؟ هديك مثال، نظام أرو 3 الدفاعي الإسرائيلي اللي هو المنظومة المتطورة شوية من القبة الحديدية اللي بيعتمدوا عليه ضد الصواريخ الباليستية الإيرانية، كل صاروخ واحد منه بيتكلف 4 مليون دولار، وإيران ضربت أكتر من 400 صاروخ، يعني إسرائيل استخدمت مخزون كبير جدا من صواريخ الدفاع الجوي بتاعتها، وطبعا عشان ترجع المخزون بتاعها محتاجة شهور وسنين حتى مع الدعم الأمريكي. ده غير طبعا الطيران الإسرائيلي اللي هي طيارات الاف 35 اللي بتتكلف وهي واقفة في الجو بس 10,000 دولار للطيران بس، من غير الصواريخ اللي بتحدفها سواء كانت صواريخ اعتراضية أو صواريخ هجومية. ده غير إن الاقتصاد الإسرائيلي اتشل حرفيا، مثلا مطار بن جوريون الدولي المطار الرئيسي في تل أبيب اتقفل لمدة 10 أيام كاملين وشل الاقتصاد الإسرائيلي. والضربات الإيرانية طالت كمان معامل ومراكز بحثية زي معمل وايزمان اللي اتدمر بالكامل، وأكبر مصفة بترول في إسرائيل مصفة بازان هي كمان اتقفلت، وكل يوم كانت بتتقفل فيه كان بيكلف إسرائيل 3 مليون دولار. كمان الحكومة الإسرائيلية بدأت تعوض المستوطنين المتضررين اللي وصل عددهم 36 ألف مستوطن، وكمان عوضت مئات الشركات الأجنبية اللي شغلها اتأثر بوجودها في إسرائيل ساعة الحرب. عشان كده وزارة المالية الإسرائيلية بدأت إنها تعدل شوية في الميزانية الجديدة، مثلا خصمت 200 مليون دولار من التعليم ومن الصحة ومن بعض الخدمات الاجتماعية عشان تقدر توفر لحد مليار دولار إضافي للجيش. طيب على الأقل هل إسرائيل قدرت إنها تحقق أهدافها اللي دخلت عشانها الحرب؟ حسب تقرير استخباراتي أمريكي، إسرائيل نجحت إنها توقف البرنامج النووي الإيراني ل6 شهور بس. أما الهدف الثاني الإسرائيلي الخاص بالصواريخ الإيرانية، فإيران قدرت تطلع أكتر من 400 صاروخ أثناء الحرب بس، وده بيأكد إن ترسانتهم الصاروخية لسه شغالة وسليمة وحتى ممكن تكون أقوى من الأول. ونيجي بقى لأهم حاجة، هل الحرب دي عملت خلل في النظام الإيراني الداخلي؟ زي ما أنتم شايفين دي لقطات مظاهرات دعم للنظام الإيراني، فالحرب دي مش بس وحدت الجبهة الداخلية الإيرانية ضد إسرائيل، ده كمان زادت شعبية الحرس الثوري الإيراني. بس إسرائيل نجحت إنها تغتال عدد كبير من القادة المهمين العسكريين وكمان علماء نوويين مهمين جدا في إيران، بس ده لا يعتبر انتصار كامل، بالعكس مقارنة بالثمن الغالي قوي اللي اتدفع في الحرب دي. لما تبدأ حرب بهدف تدمير عدوك وتخسر سياسيا وعسكريا واقتصاديا، يبقى المفروض ما تسألش انت كسبت ايه، لكن تسأل هل كنت مستعد لدفع ثمن الحرب دي كلها؟ قول لي في رأيك، هل كل الحرب دي كانت مسرحية وكلهم متفقين عليها في البداية؟ ولو كانت حرب فعلا، هل ممكن إسرائيل ترجع تهاجم إيران مرة تانية، ولا الحرب خلتهم يراجعوا نفسهم شوية عشان ما يدفعوش كتير فيها؟ سيب لي رأيك في التعليقات وانا هرد عليك. سلام.